بيبدأ فيلمنا بليه وهو بيمشي جوه المترو، وبعد كده بنشوفه بيخرج وبيظهر في جراج عربيات وبيفتح عربية، وساعتها بيبدأ يجهز لحاجة جواها. بعدها بنشوفه واقف فوق مبنى بيراقب الشارع بعينيه اللي واخدة بالها من كل تفصيلة، وساعتها بنشوف عربية سودا واقفة وجواها شوية رجالة بيجهزوا سلاحهم، شكلهم عصابة مستعدة لعملية كبيرة. وفجأة العربية اللي كان فيها ليه بتنفجر وما بيعديش ثواني، وعربية العصابة بتتحرك بسرعة كأن كل حاجة مظبوطة على الساعة. وبعدها بيدخلوا البنك بكل سرعتهم، وهناك بنكتشف ان في واحد من جوه البنك شغال معاهم بياخد منهم السلاح. وفجأة الدنيا بتولع وكل واحد فيهم بينفذ مهمته، واحد بيقطع الكاميرات والتاني بيمسك المدير وبيفضل يضربه علشان يفتح الخزنة، والتالت واقف بيأمن الرهاين وبيمنع اي حركة. وجوه الخزنة العصابة ما كانتش داخلة تلم كل اللي قدامها، لا دول كانوا محددين صناديق معينة علشان يفتحوها، وكأنهم عارفين بالظبط هما جايين ينفذوا ايه. في الوقت ده بنشوف عربيات الشرطة بتقرب من البنك والضغط بيزيد، لكن جوه الخزنة واحد من افراد العصابة بيقرر يتصرف من دماغه وبيحاول ياخد باقي الفلوس، وده بيعطلهم وبيبوظ عليهم التوقيت اللي كانوا محددينه للعملية. وفوق السطح ليه بيحس بحاجة غلط، فبيقول لواحد في الشارع انه يعطل البوليس، وبعدها بيخرجوا والعربية بتجري بيهم بسرعة والبوليس وراهم. ومرة واحدة بتقطع عربية النقل الطريق قدام البوليس وبتخبط العربيات واحدة ورا التانية فيها، وبتفلت عربية العصابة وبتنجح المهمة. بعدها بنشوف الضابط هيوك في مطعم قاعد مع الضابطة الجديدة جين وبيختبرها في اللي حصل معاهم النهاردة، وبيشوف الذاكرة بتاعتها فاكرة ايه من اللي شافته. وفعلا بتنجح جين وبيقول لها هيوك انها تيجي تستلم شغلها من بكرة. وبعدها بنشوف العصابة على شط بيحرقوا الأدلة وبيقسموا الفلوس، وساعتها بيوصل ليه ومن غير كلام بيدخل يضرب اللي عطل العملية وبيخنقه، وبعد كده بيولع في العربية وبيقول لهم اللي هيعمل كده تاني هيموت. وبعد كده بياخد الحاجة اللي سرقوها وبيمشي. بعدها بنشوف ليه قدام رئيسه وبيسلموا الأوراق اللي سرقوها من العملية. ساعتها الرئيس بياخد الورق وبيديله نصيبه من الفلوس، وبكل برود بيقوله إن في مهمة جديدة مستنياه. وقتها ليه بياخد الحاجة المطلوبة وبيمشي من غير ولا كلمة. بعدها بنروح للبوليس وبنشوف الضابط هيوك قاعد قدام شاشات المراقبة بيراجع كل ثانية اتصورت، وفجأة بيوقف الفيديو عند لقطة معينة وبيقدر يحدد شكل السواق اللي كان سايق عربية النقل وقت الهروب. وبعدها بنشوف هيوك معاه الضابطة الجديدة جين وبيقدمها للرئيسة بتاعته وبتوافق عليها، وبعد كده بياخدها هيوك وبيعرفها على زمايلها وعلى المكان اللي هتشتغل فيه. وبعد كده بيطلعوا يطاردوا السواق، وهيوك بيوزع كل واحد منهم في مكانه ومعاه في العربية جين وبيدربها على الشغل. وبعدها بنشوف ليه بيخطط لمهمة جديدة وبيخطط لكل تفصيلة علشان مفيش حاجة تبوظ من تاني. وبعد كده بنشوفه فوق السطح برضه، وفجأة النور بيقطع في المكان، وساعتها بنشوف رجالته بيدخلوا المبنى وبيسرقوا ملفات كتيرة وبيخرجوا بسرعة. لكن وهو بيمشي بيشوف واحد في شقة بيراقبه، وبسرعة بيبقى قدام باب الشقة، وأول ما بيفتح ليه بيزقه وبيقتله من غير أي رحمة. وبعدها بنشوف جين ماشية في الشارع، ووقتها بتشوف اتنين مخطوفين. ساعتها بتبلغ هيوك وبتدخل تساعدهم، ووقتها واحد بيحاول يهاجمها لكنها بتضربه وبتوقعه على الأرض. بعدها واحد بيهجم عليها بعصاية بس بتقدر تتفاداه وبتضربه تحت الحزام وبتوقعه في حفرة، لكن التاني بيقوم وبيحاول يضربها بالسكينة، وهنا بيظهر هيوك وبيضربه وبينجح انه ينقذها في آخر ثانية. بعدها بنشوف ليه مع الرئيس بتاعه وبيقول له على المهمة الجديدة، لكن المرة دي ليه بيرفض وبيقول له انا عايز ابطل. وبعدها بيمشي، لكن اول ما بيركب ليه العربية بيطلع واحد من وراه وبيحاول يخنقه، لكن ليه بيقاوم وبيجري بالعربية ناحية الحيطة. ساعتها الراجل بيطير حرفيا، ووقتها ليه بسرعة بيخنقه بالحزام وبيموته. وبعدها بيروح بكل غضب للرئيس بتاعه وبياخد الملف وبيقول له دي اخر مرة ومش هسرق تاني. بعدها بنشوف جن مع هيوك ولسه بيحاولوا يوصلوا للسواق، وفجأة بتقول له جن انهم بيدوروا في المكان الغلط ولازم يغيروا الاماكن. بعدها بنشوف هيوك بيوزع الاماكن الجديدة عليهم وبيدي مكان لجن لاول مرة. ساعتها جن بتلمح السواق من ظهره وبتحاول تتأكد منه وبتفضل ماشية وراه، وساعتها بيظهر اتنين معاها بيدخلوا في المراقبة علشان ما تتكشفش، لكن الراجل بيعطلهم وما بيتأكدوش. وساعتها بتكمل جين وراه تاني وبيدخل السواق للسوبر ماركت
بس المفاجأة الكبيرة ان البياع اللي جوه المحل بيبقى زميلهم يانج، وبيقدروا يأكدوا هويته. وبعدها بتمشي جين وراه لغاية ما توصل لبيته، وبعدها بيدخل يانج وبيزرع كاميرات في كل حتة علشان يعرفوا كل تحركاته. بعدها بنشوف ليه وهو بيجهز للعملية التالتة، وبيبعت المعلومات للعصابة وبيقول لهم دي آخر مهمة. وبعد كده بنشوف هيوك مع رئيسته بيعاينوا مكان الحادثة اللي قتل فيها ليه الراجل، وبيبدأوا يدوروا جوه الأوضة على أي أدلة. وساعتها بيقدروا يوصلوا إن كان في شخص واقف على السطح، وصاحب الشقة هو اللي شافه، وإن الأسلوب ده معناه إن هما مش قدام مجرم عادي، ده مجرم متمرس. وعلى الناحية التانية لسه البوليس بيراقب السواق، وساعتها بنشوف جين وهيوك وهما بيفتشوا في زبالته علشان يطلعوا أي دليل يساعدهم في القضية، وبيقدروا يوصلوا لورقة سودوكو. وبعدها البوليس بيحلل الأرقام دي وبيقدروا يستنتجوا إن العملية الجاية هتكون في مبنى البورصة. بعدها بنشوفهم هما بيراقبوا السواق وبيقدروا يوصلوا للعصابة وبيصوروهم واحد واحد. وبعد كده بنشوف يانج وهو بيسجل لهم وهم متجمعين، وبيقدروا يعرفوا ان في واحد تاني بيديهم التعليمات عن طريق التليفون. بعدها بنشوف ليه وهو ماشي في الشارع، ووقتها بيلفت نظره واحدة بتركب تاكسي. وبعد كده بنشوفه بيراقب الدنيا من على السطح ومستني لحظة العملية، لكنه فجأة بيشوف الست اللي في التاكسي واقفة تحت المبنى بالظبط. وساعتها بتظهر العصابة في الشارع، بس ليه بيلاحظ ان البوليس بيراقب المكان كله، فبيتصل برجالته وبيقول لهم العملية اتلغت. وقتها البوليس بيحدد مكانين ليه وبيتحرك يوك على واحد منهم، وجين بتتحرك على التاني. وساعتها ليه بيبقى نازل على السلم بسرعة، ووقتها هيوك بيسمعه وبيستعد، وجين بتجري بسرعة علشان تلحقه. وعلى السلم ليه بيقف وبعدها بيطلع يجري لفوق وهيوك وراه. ووقتها بيكسر ليه ازاز الشباك وبينط منه على الشارع وبيجري، لكن هيوك وراه وبينط من الشباك. وفي نفس الوقت جين بتجري بكل سرعتها علشان تقدر تلحقه. وساعتها بنشوف البوليس بيقفل الطريق علشان يحاصر باقي العصابة، وبعد كده بتجري وراهم عربية علشان توقفهم، فبيخبطوهم علشان يهربوا. ووقتها العربية التانية بتحاول تهرب من الكمين، لكنهم بيخبطوا في عربية البوليس وبيموت واحد منهم. وفي نفس الوقت بيفتح البوليس النار على العربية التانية وبيقدروا يوقفوهم. وساعتها العصابة بيخرجوا من العربية وبيبدأوا ضرب النار والدنيا بتولع. ساعتها اتنين بيقدروا ينطوا من فوق الكوبري، لكن واحد منهم بيتضرب في رجله، والسواق بيحاول ينط لكن البوليس بيضرب عليه نار وبيقع من فوق الكوبري على العربية وبيموت. وبعدها البوليس بيحاصرهم كلهم وبيقبضوا عليهم. وعلى الناحية التانية لسه جين وهيوك ورا ليه، وفجأة بيظهر يانج وبيحاول يوقفه. وبعدها بنشوف ليه بيمشي ويانج بيقع على الأرض. ساعتها بنشوف جين وهيوك بيجروا على يانج اللي واقع غرقان في دمه، وبعدها بيحاول هيوك يلحق ليه لكن للأسف بيقدر يهرب منهم. وبعد كده بنشوفهم في المستشفى وللأسف ما بيقدروش ينقذوه ويانج بيموت. وبعدها بنرجع لليه وهو بيتصل برئيسه وبيبلغه ان المهمة فشلت وكل تخطيطه ضاع، لكنه مش بيقف عند ده وبيدخل على مكان رئيسه وبيلاقي كل رجالته واقفين مستنيينه علشان يقتلوه، لكن ليه ما بيخافش وبيقتلهم واحد ورا التاني بسلاحه وبيوقعهم كلهم على الأرض ومفيش حد بيقدر يتحرك. بعد ما بيخلص عليهم بيقعد قدام الرئيس وبيمسك القلم بتاعه وبيضربه بيه وبيبصله في عينه، وبضربة واحدة قاضية بيقتل الرئيس. بعدها بنشوف جين راكبة المترو ووسط زحمة الركاب، فجأة بتفتكر في يوم الاختبار اللي عمله لها هيوك وبتفتكر انها شافت ليه ومعاه منيو المطعم. وبعد كده بنشوف ليه جوه المطعم وهي واقفة بره مستنياه، وبتفضل جين ماشية وراه بتراقبه وبتبلغ هيوك بكل خطوة. وفجأة كل الفريق بيتحرك علشان يقدروا يمسكوه قبل ما يهرب من تاني. ليه بيدخل المطعم وجين بتدخل وراه وبتفضل تراقبه من بعيد وبتحاول تفهم تصرفاته وتستعد لأي حركة، لكن قبل ما بيخرج ليه بيروح يقعد قدامها وبيسألها انت ماشية ورايا ليه. جين بتتصدم وبتخاف بس بتحاول تتصرف على طبيعتها علشان ما يأذيهاش زي يانج. وفي نفس اللحظة هيوك بيدخل المطعم. ليه بيشوف الموقف بسرعة وبيحس ان هو في خطر فبيقرر يمشي من المكان قبل ما يتمسك. بعدها بيطلع هيوك وراه وجين بتقوم تمشي لكنها بتلاحظ ان في سكينة مش موجودة على الترابيزة، فبسرعة بتجري وراهم. وفي نفس الوقت بيظهر ليه قدام هيوك واول ما بيقرب منه بيهجم عليه بالسكينة وبعدها بيضربه في بطنه، لكن هيوك بيقاوم
وبيفضل ماسك فيه وبيفضلوا يزقوا بعض على العربيات، وفي الاخر هيوك مش بيقدر يقاوم وبيرميه ليه على الارض وبيمشي. وساعتها بتظهر جين وبتحاول تساعده لكنه بيديها امر انها ما تسيبوش وتفضل وراه، وبنشوف جين وهي بتجري وراه لكنها ما بتشوفوش فبتيأس وبتفضل تعيط، لكن فجأة بيظهر قدامها وساعتها بتمشي وراه. وفي نفس الوقت هيوك بيبقى في عربية الإسعاف وبيكلم رئيسته علشان توصل لمكان ليه، وساعتها بيوصلوا لقدام المترو فبتركب جين لكنه ما بيدخلش فبتطلع بسرعة وبتكمل وراه وبينزل تحت المحطة وهم وراه. وقتها هيوك بيطلع يجري علشان يلحقها والبوليس بيوصلوا تحت المحطة، وفي نفس الوقت ليه ماسك جين وبيهددها بالمسدس. بعدها بيطلع للبوليس وهو ماسكها وفجأة بتضربه جين بالسكينة في رجله وبتفلت منه والقطر بيقرب منهم، لكن قبل ما بيقرب ليه بينط وبيعدي الناحية التانية وكلهم بيطلعوا يجروا وراه بكل سرعتهم. وبره المحطة بيلاقي ليه قدامه هيوك وبيبقى متحاصر من الناحيتين. هيوك بيبقى واقف قدام سكة القطر ومستني ومش فارق معاه يموت، وفجأة بيتبادلوا اطلاق النار بيضرب ليه وهيوك بيرد عليه، لكن طلقات هيوك هي اللي بتصيب وبيموت اذكى مجرم على الاطلاق. وساعتها بنشوف جين وهي بتبلغ رئيستها انهم اخيرا قتلوا ليه وقدروا انهم يخلصوا على اخطر مجرم في تاريخ البلد كلها. بعدها بتروح لهيوك وبتطمن عليه. بعدها بنشوفهم كلهم باللبس الرسمي وبيروح يزوروا قبر زميلهم يانج وبيدوله التحية العسكرية. وبعد فترة بنشوف واحد في محطة القطر ماسك نفس الشنطة اللي كانت مع ليه والبوليس بيراقبه، وفجأة بتظهر قدامه جين وبتقع منها حاجتها لكنها حركة علشان تتأكد من هويته، وفعلا بتأكدها وبيطلع من المطلوبين في الانتربول. وبكده يبقوا خلصوا على الجريمة كلها وانتقموا لصاحبهم يانج، وبكده تنتهي أحداث فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والكومنت، ولو أول مرة تتفرج علينا ما تنساش الاشتراك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد في عالم السينما. أشوفكم في الحكاية الجاية، سلام.